عايزين نعمل ايه؟ اول حاجه مؤتمر صحفي يا فندم اطلاق كرامه الراجل ده. اديني فرصه بس بعد اذنك. هل هنكتفي بمؤتمر صحفي ونتعارف احنا ونتكلم مع بعضنا؟ انا الموضوع دوت مش هينفع حاجه، احنا لازم نصعد الامور، لينا حق والحق لازم ناخده، اذا كان في موضوع رد لينا لازم نقف وقفه جامده، لازم نظهر الحق. انا بحيي الاخت ديت اللي هي جت من المنيا وجت تقول كلمه حق، وانا جاي النهارده علشان اقول كلمه حق، والله ثلاثه والله ثلاثه، انا لو ثبت للاستاذ احمد فضالي هو مشترك او ليه شراكه انا اول واحد اديله ظهري، بل انا اكثر واحد احبه، انا مع كلمه الحق، فانا بطالب الاستاذ احمد فضالي اللي هو لازم يصعد الامور وياخد يا فندم لو قلنا معركه الجمل عشان خاطر الراجل مشارك فيها فانا كنت خدت الناس يا فندم انا كنت موجود يا فندم انا واخد 8 غرز يا فندم في معركه الجمل، واخد طلقه ناريه يا فندم طلقه مطاطيه في معركه الجمل، فازاي انا هروح في معركه الجمل مع واحد كان بيحارب في معركه الجمل الاخوان المسلمين وهو كان مستضيفنا هناك. العمليه محسوبه، العمليه كل واحد محسوبه تكسب. يا جماعه اول حاجه يتعمل مؤتمر صحفي يترد كرامه الراجل ده. ازاي مؤتمر صحفي اتكلم فيه كلنا بالظبط وكل الموجودين. انا معايا 12000 رقم تليفون اتجمعوا الناس اللي كانت حاضره وكانت موجوده من اول سقوط نظام مبارك لحد النهارده، كان بيجمعنا في مقر الحزب، لا ليها مصلحه ولا ليها شيء ولا ليها اي سنجز، ماليش اي مصلحه من حد وات ايفر. اول حاجه مؤتمر صحفي عشان كل حاجه النقط تتحط فوق الحروف ارتجاز، كل حاجه تتحط، الخطوط العريضه كلها تتحط على خط مستقيم. تاني حاجه حضرتك كنا مصورين الفيديو واحنا اليوم الاحتفال بيه وصور فيه صور فوتوغرافيه ونزلت على الفيسبوك. تالت حاجه حضرتك المفروض تعملها، الحاجات دي كلها لازم تظهر. تالت حاجه حضرتك الحزب، انا كواحد بره الحزب عامه، الحزب لازم يتفاعل، كل اللي بيحب الحزب ده يتفاعل معاه. خامسا حضرتك ودي اخر حاجه، كل الشباب اللي كانت موجوده المفروض تكون موجوده ساعه المؤتمر، مش احتضان ولا انا مش قصدي سلبيات، مش قصدي اي حاجه سلبيه، بس على الاقل يكون في شكل ومنظر قدام وكارين قدام الناس كلها. لا بس كرر الكلمه دي فايده عشان ما تنساش، معلش كررها الجمله الاخيره الخامسه دي عشان ما تنساش. خامسا يكون كل الشباب اللي اجتمعت في نادي شباب الاخوان المسلمين اللي هي كان حضرتك معايا في معركه الجمل تبقى حضرتك متواجده تاني، امهات الشهداء اللي كانت موجوده قبل كده كل الكلام ده. انا بتكلم بكل اسم كل سائر حر في ميدان التحرير، احنا مش منتمين لاي فصيل، احنا شباب مستقلين. احنا جينا مع المستشار احمد فضالي، كان معانا من بدايه من الثوره وكان معانا وبيشجع الثوار. احنا بنتكلم دلوقتي بدايه اي نجاح او اي نجاح اي انسان عايز يعمل اي حاجه لبلد فيه الفقير. في ناس بتحاول تنفق في النار ليها مصالح خاصه. احنا موجودين مع المستشار احمد فضالي ان هو واقف معانا ويشجعنا اكتر ان احنا نحارب الفساد. مستشار احمد فضالي مقرر اللجنه التشريعيه في الوفاق القومي في مجلس الشعب، انا احد الاعضاء. اتكلمنا في توصيات كثيره جدا ان احنا بنحارب الفساد، بدايه بدون ذكر اسماء او هنذكر اسماء نجيب ساويرس. احنا في قضايا كثيره جدا ماسكينها عليه. اهم حاجه هو المستشار احمد فضالي ان هو بيتكلم في نطاق يعني ما بيتحفظش، بيتكلم الغلط او صاحب الغلط بيتكلم في وشه هو غلط، ما عندوش تحفظات عليه. لو المستشار احمد فضالي عليه اي شبهه او حاسس ان في اي حاجه باك جراوند وراه ما كانش هيتكلم، هيزوق الكلام وكان هيعمل تحفظ، انما هو بيتكلم بيقول لكل واحد غلطان او اي حد مسيء في وشه وهو غلطان، فعشان كده هو بيتحارب. احنا معاه قلبا وقالبا واحنا مش هنسيب المستشار احمد فضالي. احنا باسم كل السائر حق، كل اسم شاب في ميدان التحرير مستقل عايز مصلحه البلد ملوش اي اتجاه خاص، احنا مع المستشار احمد فضالي قلبا وقالبا. محافظي موقعة الجمل كان موجود يومها، اللي كانوا محافظين على موقعة الجمل كانوا نايمين في بيوتهم ومش واقفين في وسط الثوار. اللي محافظين على موقعة الجمل كان موجود في الميدان. لو كان موجود في الميدان بالعكس احنا مستمرين. يا جماعه اول حاجه الفيديو لازم يظهر، الفيديو اللي احنا كنا موجودين فيه احنا كلنا ساعه الدي جي، الفيديو ده لازم يظهر. نجيب ساويرس وهو بيبكي 3 دقائق و40 ثانيه بيبكي على سقوط مبارك، يبكي على سقوط مبارك. يا ريت استسمحكم تدوروا عليه وهتشوفوه. الاسواني والفريق احمد شفيق وهو وسويرس نجيب ساويرس يبكي، نجيب ساويرس وهو بيبكي 3 دقائق و40 ثانيه. والمذيع يا جماعه سيد علي بيقول له دموعك غاليه علينا يا باشمهندس، واي حد دموعك غاليه علينا، يبكي على مبارك 3 دقائق و40 ثانيه. يا ريت يا جماعه تسمعوا وتفتحوا الفيديو. يا جماعه نسمع ايه دورهم؟ ايه دور يا جدعان؟ انا عايز افهم حاجه. ايوه الراجل
مش عاوز امثل شخص بحق ذاتي، مش عاوز امثل الدكتور او المستشار استاذ احمد بن حسين هو بحاله. انا عاوز اعمل حزب السلام كمجر نفسي. لو سمحت يا جماعه، لو سمحت يا استاذ مريضه، يا استاذ فاضل يا جماعه وتعالى الكيماوي وانا حرمت لو بس 3 حروف جاي على التضامن وساب بنت عيانه في التضامن معاه والورق اهو واديت مصر 3 حروف محدش في حرب اليمن وسبع 73 مليار القوات المسلحه وقف معايا وساب بنتي في مستشفى الاورام اللي في قصر العين والورق اهو وجاي على التضامن معاه. انا والدة هشام وانا جيت لما هو حسيت بالكلام ده وبالليل الساعه 2 بالليل انا قلت له لازم اروح معاك يا هشام والله لازم اروح معاك. وعلى فكره اصلا يا جماعه لو سمحتوا نقول حاجه مهمه، لو سمحت اسمعوا كلمه مهمه. لا مش ممكن كده يا استاذ فاضل لو سمحت، لو سمحت في نقطه مهمه هنا. احنا ما بنمثلش بين قوسين، ما بنمثلش بين قوسين يا سماح، ما بنمثلش بين قوسين ما بنمثلش بين قوسين. الدكتور نفسه او المستشار نفسه في حزب كامل متكامل الناس شغاله فيه، كل اعضائها بجمعيه عموميه بكل الناس اللي فيه. الحزب نفسه قائم على الشعب وللشعب ومع الشعب وبيدي للشعب، وكل ده الحزب مع الشعب، حزب السلام الشعبي. يا جماعه استاذ احمد يا جماعه ثواني بس، استاذ احمد كان عايز يقول حاجه بعد اذنك. احنا عايزين بس استاذ احمد كان عايز يقول حاجه. اسمعوا يا جماعه يا جماعه